تستخدم الأداة فورمات بينتر لنسخ التنسيقات المستخدمة من بعض الخلايا وتطبيقها على خلايا أخرى داخل نفس صفحة العمل في خطوة واحدة. وتوجد الأداة فورمات بينتر في شريط الأدوات ستاندرد تولبار. فمثلا إذا أردنا تطبيق نفس التنسيق على خلايا متعددة داخل المستند، نقوم باختيار هذه الخلية التي نريد نسخ تنسيقها، ثم نضغط على رمز الأداة من شريط الأدوات، فيتغير شكل المؤشر كما نرى، ثم نضغط بالمؤشر على الخلية التي نريد تطبيق هذه التنسيقات عليها، فيتم نسخ التنسيقات من الخلية الأولى إلى الخلية الجديدة، وسوف يتم إلغاء التنسيقات الأصلية المستخدمة مع هذه الخلية. ونذكر هنا أن الضغط بالمؤشر على رمز الأداة سوف يتيح لنا استخدامها لنسخ التنسيقات مرة واحدة فقط. وإذا أردنا استخدام الأداة لنسخ نفس التنسيق عدة مرات، نختار الخلية التي نريد نسخ تنسيقها، ثم نضغط بالمؤشر ضغطا مزدوجا على الرمز الخاص بالأداة من شريط الأدوات، ثم نقوم بنسخ التنسيق إلى مجموعة الخلايا التي نريدها. وسوف تظل الأداة فعالة يمكن استخدامها لنسخ التنسيقات إلى أن نضغط بالمؤشر على رمز الأداة في شريط الأدوات مرة أخرى لإيقاف تشغيلها، أو إلى أن نضغط على المفتاح Escape من لوحة المفاتيح، فيتم إيقاف العمل بهذه الأداة.